السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعرف مع بعض مشكلة ان الابرة فجأة بتخيطي تروح تقف معاكي، لا هي عايزة تلف تتحرك ولا الكروشيه بيلف ولا اي حاجة، تلاقيها فجأة قفشت كده. فان شاء الله الحل سهل وبسيط، فهنيجي هنا على طول. ده معناه اول ما الابره تقفش كده تبقى يعني مثلا ايه، نيجي نحركها كده، هي طبعا حاليا بتتحرك، هتلاقيها وقفت كده في مكانها مش عايزه تتحرك تماما. كده هتبقى هي جمعت خيط تحت في الكروشيه اللي هو بيت المكوك اللي بيتركب فيه المكوك. فطبعا احنا عارفين ان الكروشيه ده اللي هو بيلف وايه، والابره بتدخل جوه وتلف معاه وتخيط تمام. فهو لما بيحوش خيط كتير كده ما بيمشيش. فاحنا هنا دلوقتي هنعمل ايه؟ شايفين الوش ده هنفكه بس عشان نعرف نشيل الخيط اللي هيطلع لما المكوك ايه نحركه ان شاء الله. بس فهنجيب المفك ده اللي هو الوسط، اللي دايما بنفك بيه المسامير او بنغير بيه دواسة الخياطة، وهنفك المسمارين دول، ده وده، وهنشيل الوش ده خالص. هشيله وارجع لكم. دلوقتي احنا فكينا المسامير، هنشيل بقى الايه الوش ده. اهو احنا كده شلناه تماما. هنخليه قدامنا كده ايه، عشان بس ايه عايزين نشوف الايه المكان ده اللي هو الكروشيه او بيت المكوك. هنشيله وعشان بس نشوف معانا الايه المكان ده. بعد ما نشيل منه الخيط، بعد ما يلف معانا هتلاقوا الخيط ايه ظهر. دلوقتي انا رجعت المكنه لورا تمام، وبيبقى فيه زي بصوا انا سنداها على الايه حاجه كده زي القلم اللي هو بنسند عليها يعني الايه المكنه تمام. طيب هنيجي هنا هنعمل ايه بقى؟ المفروض ان المكان ده هو اللي مش بيلف معانا، ده الايه ده هو الكروشيه او بيت المكوك اللي فيه الايه الخيط المتجمع جواه. فاحنا هنجيب طبعا زيت المكنه، وهنحطه في العلبه الصغيره اللي هي بتاعه المزيته دي، يعني شبه العلبه دي، انا مش لاقياها بصراحه، بدور عليها مش لاقياها. بس فهتبداوا ايه تنقطوا كده كويس وايه وتزيتوا بيت الكروشيه ده كويس، بس ما تكتروش زياده عن اللزوم، عشان بعد كده هتيجي تخيطي الزيت هتلاقيه طلع في القماشه اللي انت بتخيطيها تمام. خلاص بقى زيتنا المكان ده كويس، هنرجع المكنه مكانها تاني. واخر خطوه معانا بقى هوريها لكم دلوقتي بقى اخر خطوه. زي ما انتوا شايفين الطاره فيها ايه، فيها كذا خرم، فيها ده وبيقابلوا ايه الدايره الصغيره دي، يعني الخرم ده بيقابله واحد قصاده جوه تمام. في عندنا خرم تاني، في واحد اهو هتلاقيه برضو بيقابله واحد تاني اهو. فاحنا هنعمل ايه؟ هندخل المفك ده اللي هو النوع ده، شايفين اللي هو الصليبه مش العاده، اللي هو عامل من فوق زي زائد كده. فهندخله كده بس، هندخل كده هنا، وهتقابلنا الايه، هيقابلنا الخرم التاني اللي في البكره اللي اصغر منها بس. وهنبدا نلف، لما تلف بالراحه جدا مفيش اي حاجه يعني. هنبدا نلف كده يمين وشمال لحد ما نلاقيها بقى ايه. في الاول هتبقى يعني بتتلف بالراحه، بعد كده عادي هتلف كده عادي بسهوله يعني. طبعا اثناء ما احنا بنلف دي كده هنلاقي هنا ايه، انا دلوقتي هو بلف كده او زي ما انتوا شايفين الكروشيه ايه بيتحرك والابره. اول ما انا اعمل الحركه دي في الطاره هنلاقي الخيط اللي كان متجمع جوه هنا خرج. الطاره هحركها هيروح الكروشيه يلف، هيروح الخيط اللي كان متجمع هنا متكون خرج. فانا هقدر اشيله لان انا شايله ايه الوش
بس في اي خيط بقى هنا كده اشيله وانضف المكان حلو، وارجع الوش ده مكانه اهو كده. ارجع الوش مكانه واحط المسامير وتمام التمام وخلاص كده. ان شاء الله كده بقى المشكله اتحلت، ونقدر نخيط عادي وحطي المكوك عادي. وده طبعا دايما قبل اي حاجه غيرت الخيط، غيرت الماسوره اللي بحطها في المكوك عشان مثلا مليت الماسوره. قبل اي خياطه بعد اي تغيير لازم يبقى فيه قطعه قماش معايا بجرب عليها الاول الخياطه عامله ازاي، عشان دايما بعد التغييرات دي بيحصل كلكعه في الاول، بعدين الخط بيمشي حلو. فعشان ما ابداش خياطه على طول والحاجه اللي انا بخيطها تبوظ مني واضطر افكها، بيبقى جنبي قطعه قماش اجرب عليها وبعدين اخيط عادي. بس وده كان فيديو النهارده، ويا رب تكونوا استفدتوا، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. وما تنسوش طبعا الاشتراك ولايك، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.